السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تلاشوا عن الصوت الغريب اللي انتوا سامعينه. مش عارفة هو صوتي غريب ولا انا بس اللي سامعاه غريب. هو عامة يلا الحمد لله. احنا النهارده جينا عاملين رز بلبن. ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه رز بلبن في الفرن كده. انا عارفه ان في ناس كتير برضه عارفاه، بس هو الرز بلبن عادي جدا زي اللي انت بتعمليه في الحله وبتغرفيه في اطباق غرف وكده. بس ده انا بعمله في البرام وبعمل له وش فرن بس. يعني انت بتعمليه طبيعي زي اللي انت بتعمليه في بيتك عادي، وبعد كده بتعملي له وش فرن بيديكي طعم لذيذ جدا وشبه الرز اللي بتتعمل في المطاعم او في محلات الحلويات والحاجات دي. وبتاخدي الطبق ده بسعر حلو يعني خيالي كده. اولا احنا بنجيب حله، بنحط فيها كوبايه رز واحده بس، كوبايه واحده يعني تقريبا كده بمقدار ربع كيلو تقريبا يعني. ومش مستحب ابدا ان انت تكتري في الرز، اهم حاجه تكتري اللبن. طالما اللبن معاكي حلو لسلام، لا بقى لو عندك علبه قشطه كمان تبقى جامده قوي. حطيها لغايه ما تغلي، وبعد كده توطي عليها خالص لغايه ما الرز بتاعي ده يدوب، مش يا دوبك يستوي، يدوب. هنا معانا كيلو لبن، انا مش عامله كميه كبيره. كيلو لبن بتحطي عليه حوالي 4 أو 5 معالق نشا، على حسب بقى ما انتي بتحبي النشا فيه تقيل ولا لا. انا ما كنتش عاملاه تخين قوي، انا حطيت 4 معالق نشا. تمام. والسكر ده بقى حسب رغبتك، انتي بتحبيه سكره زياده، بتحبي سكره قليل، حسب ما بتحبي. حطي السكر وبتقلبي بقى النشا مع السكر مع اللبن على البارد كده. بندوبه كويس قوي مع بعضه كده لغايه ما التكتلات بتاعه النشا دي تروح خالص. واحنا بنعمله كده بيكون الرز بتاعنا بيتسلق لحد ما يبقى دايب دايب دوب كده. بعد ما بنخلص خالص بقى بننزل. انا مش فاكره حطيت فانيليا ولا لا، صدقوا مع اني خلصت وكلنيه، بس يلا بالهنا والشفا. بس مش فاكره حطيت فانيليا ولا لا، ما علينا. هو المفروض اساسا نحط فانيليا يعني. الفانيليا دي بتتحط في الاخر خالص بعد ما نخلص، بس والله ما فاكره، يلا ما علينا. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كان ليه نصيب في حاجه وكل منها، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. وزي عادتنا دايما ربنا ما يقطع علينا عاده، ندعي لاخواتنا في غزه او فلسطين عامه، ربنا معاهم يا رب ويعز ارضهم وينصرهم ويرد لهم حقهم يا رب، اللهم امين. ويرحم شهدائهم يا رب. هنا الرز بتاعنا كان لسه برضو بيتسلق، ما كانش كده لسه خلص. لسه حب، طول ما هو لسه حب معاكي اعرفي ان الرزايه بتاعتك لسه ما استوتش. اول ما تلاقي الحبايه ديت دابت كده معاكي وفشفشت منك كده، اعرفي ان هو اتهرى. لازم يتهري على قد ما تحبي طعم الرز حلو، لازم يتهري. وانتي حاطه كوبايه الرز دي في الاول بتحطي عليها حوالي 3 كوبايات ميه. هي الميه مش كتير، هو انتي لازم تدي للرز سوا كامل في الميه بتاعته عشان لما تحطي اللبن يدوبك يلف بس وخلاص. وكمان عشان ما تزوديش ميه تانية بارده، لان مش هينفع تزودي ميه بارده على الرز وهو بيستوي. تنزلي بقى باللبن، المفروض تكوني وانتي نازله كده تكوني بتقلبي، بس انا عشان ايدي التانية كانت ماسكه التليفون فمعرفتش اعمل الخطوه دي. بس انا بقلب على طول قبل ما اللبن بتاعنا يمسك وكده اهو بالشكل كده ده. تفضلي بقى تقلبي لحد ما تلاقيه بيتخن معاكي. هو كده لسه دايب معانا. انا زودت سكر تاني لان دوقته لقيته سكره خفيف، فزودت حوالي معلقتين كده. والسكر ده بتاعك، انت عايزه سكره زياده، سكره بسيط، سكره مظبوط، دي بتاعتك انت حسب رغبتك. اول ما يتخن معانا وتلاقي الرز مسك على المعلقه كده، بتعرفي كده ان هو خلاص بقى كده بدأ يستوي معاكي. الحاجات دي لما بتعمليها ولادك في التلاجة ما بيسيبوهاش. محدش عارف بقى ده بتاع مين وده مش بتاع مين. اللي بيلاقي اي حاجه حلوه في التلاجة ما بيخليهاش. زي واحد اعرفه كده اسمه زيزو، اي حاجه حلوه بيلاقيها في التلاجة ما بيعملش حساب حد، بس بيتروق يعني بياخد حقه او بيدفع ثمنه. الف هنا وشفا يا زيزو. اهو بالشكل ده كده لحد ما بصي تلاقي الكبشه بتاعتك دي اللبن بيتقل عليها. انا عندي واحد برضو في البيت بيعمل نفس الحركات دي. يعني ممكن ياخد طبقه او ياخد الحاجه بتاعته، ولو لقى حاجه تانية في التلاجة بتاعت حد مسألش بتاعت مين. طالما في حاجه في التلاجة خلاص تبقى بتاعته. بصراحه قصاد الرز بلبن ده ما حدش بيقدر يقاوم. المفروض اساسا الحاجات دي والله نعملها في البيت على طول، بس الواحد بيبقى كسلان مش اكتر. وفجاه تلاقي فجاه كده عايزين نعمل رز بلبن، في ساعتها بنعمله. او بعد ما بيستوي يدوب معانا بقى خالص
وخلاص ختم كده. المفروض تغرفيه في اطباق، لو انت حباه باطباق وهو ابيض كده تغرفيه في اطباق. دي البريمه بقى اللي انا كنت جايباها معاكم في رمضان لما كنا بنعمل فيها الزبادي لو فاكرين. انا ان شاء الله قريب جدا هعمل لكم في البريمه دي كنافه. نفسي اجرب قوي كنافه البريم دي برضو بتعمل عندنا هنا في المحلات، بتبقى جامده، بتبقى ليها سعر كامل، يعني سعر حلو مش سعر قليل. يعني بنغرف كده في البريمه بتاعتنا بالشكل ده. بتدخليه الفرن على شوايه فقط، ما بتقيديش الفرن من تحت، بتقيدي الشوايه بس من فوق، ياخد وش فرن. بتطلعيه بره على الرخامه عندك كده لحد ما يبرد خالص، وترصيه على صينيه وتحطيه في التلاجة. هو لذته وطعمته بصراحه وهو ساقع مش وهو سخن. بس لو لحقتيه بقى، قصدي لو لحقتي نايبك فيه يعني. بألف هنا وشفا يا رب، وربنا يحسن ما بين ايدينا. وياريت لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في لايك واشتراك ودعوة حلوة من قلوبكم فضلا وليس أمرا. هنا بقى في بريمة صغيرة، في بريمة وسط، في بريمة كبيرة. كل اللي عندي طلعته بصراحة. واتبقى رز كمان، حطيت طبقين أو 3 تقريبا، طبقين باين بعد ما بنيت البرايم كلها اتبقى الرز كمان عمل طبقين. بس طبعا الطبق بقى حطيتها في التلاجة بيضة كده، ما عملتلهاش لها وش ولا حاجة. اهو بالشكل ده كده. تكوني قاعدة الفرن بتاعك بقى على الشواية، ياخد وش وبيطلع على طول، مبيكملش 5 دقايق في الفرن، اقل كمان. اهو بقى هو البرام الكبير ده بس اللي تلاقي وشه لسع سيكه منك. اهو بالشكل ده كده. اتفضل يا زيزو، يا رب يا رب يكون عجبك. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. بألف هنا وشفا، وان شاء الله يا ريت بقى اشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده ووصفه جديده من ايدينا. اهو شفتوا الفيديو، شفت الوش، يعني الوش بتاعه جامد بسرعه. بس هو من تحت الرز بلبن عادي عادي، ما تغيرش فيه طعمه اي حاجه. بس وش الفرن ده بيديله تيست البرام ده، بيخلي طعمه حلو قوي. لما بيسقع كمان بيبقى لذيذ. او بقول لكم ما تنسونيش في لايك واشتراك ودعوه حلوه من قلوبكم فضلا وليس امرا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا كده يضغط لي لايك وما ينسنيش. مع السلامه.